وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: وبعد 50 وعام تالي أسري به. قبل ثم على سودة مر معنا، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. صديق من هي؟ عائشة رضي الله عنها. وبعد 50 وعام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. أي بعد مضي، وبعد 50 وعام تالي بعد مضي 50 عام من ميلاده صلى الله عليه وسلم، وأيضا زيادة سنة، بعد 51 بعد 51 سنة، فيكون الإسراء في العام 52 من ميلاده، 12 أيضا من بعثته عليه الصلاة والسلام. أسري به والصلوات فرضت، أي أسري به، سار به في الليل إلى بيت المقدس 55 كما قد حفظت. والإسراء والمعراج الذي عليه أكثر أهل السير هو كان في هذه السنة، في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا هو أظهر وأقرب الأقوال. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، قال بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أنه كان في العام 12 من البعثة. ولا خلاف بين أهل العلم أنه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسراء والمعراج. ثبتت أحاديث كثيرة في قصة الإسراء والمعراج، حتى ذكر بعض العلم أنها بلغت حد التواتر. ومما جاء حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة الإسراء والمعراج، ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق، هو دابة أبيض طويل فوق الحمار وتحت البقل، فوق الحمار ودون البقل، يضع حافرة قدمه عند منتهى نظره. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، قال: حتى وصلت بيت المقدس فنازلت فربطت هذه الدابة بالحلقة حيث كان يربط الأنبياء، ثم دخل فصلى ركعتين في بيت المقدس وأما فيها الأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، جبريل وأخذه إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل باب السماء فقالوا: من؟ قال: أنا جبريل. قالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وبعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا بالنبي. ففتح له فوجد في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام، أبو البشر. قال: فرأيت عن يمينه أبناء أو لا أطفال أهل الجنة، وعن يساره أطفال أهل النار، فكان إذا نظر إلى يمينه استبشر وضحك، إذا نظر إلى يساره حزن وبكى، آدم عليه الصلاة والسلام.
فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماء الثانية، وقيل له كما قيل في يعني السماء الأولى السماء الدنيا: من أنت؟ قال: جبريل. ثم فتح له في فوجد في السماء الثانية أبناء الخالة: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقيل له كما قيل في يعني السماء الأولى وفي السماء الثانية: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ ويقول: محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح له، قال: فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام. وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة، ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الخامسة وجد هارون عليه الصلاة والسلام أخو موسى، ثم في السماء السادسة وجد موسى، وكلهم يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم في السماء السابعة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو مسند ظهره أي جالس إلى البيت المعمور، والبيت المعمور هذا يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. فهذا يدل على كثرة الأنبياء عليهم على كثرة الملائكة عليهم السلام. ثم يعني صعد به إلى سدرة المنتهى، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صرير الأقلام، يعني تكتب الأقلام التي تكتب. ولم يستطع جبريل عليه الصلاة والسلام أن يواصل في الصعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل جبريل إلى يعني مكان يعني لم يستطع، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرى. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، على أن نبينا محمد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن ذكر يعني ذلك يعني الإسراء والمعراج، فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا هو الإسراء من البيت يعني الحرام إلى بيت المقدس. وأما المعراج فقد ذكر في سورة النجم، قال الله عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال الله عز وجل: والنجم إذ فكان قاب قوسين أو أدنى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذا فيه ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. قال: ثم فرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، وهذا فيه بيان فضل هذه الصلوات، وأنها فرضت في فوق السماء السابعة بخلاف غيرها من الفرائض، الصوم والزكاة والحج وغيرها من يعني الشرائع فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في في الأرض. أما الصلاة ففرضت على نبينا، فرضت يعني الصلوات والنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة. فأول ما فرضت الصلاة 50 صلاة، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى فقال له موسى عليه الصلاة والسلام:
بماذا أمرك ربك؟ قال ب50 صلاة. قال إن قومك لا يستطيعوا فاسأل من ربك التخفيف، فإني قد بليت ببني إسرائيل فلم يستطيعوا. فرجع فقال، فأنقص الله عز وجل 5 صلوات، ثم رجع إلى موسى فقال له موسى مثل ما قال في المرة الأولى إنهم لا يستطيعون فاسأل من ربك التخفيف. قال فما زلت بين ربي وبين موسى، يعني يرجع، حتى قال الله عز وجل هن 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. ثم رجع إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال إني قد استحييت من ربي ففرضت. قال الله عز وجل قد يعني فرضت، أو بمعنى الحديث الصلاة، قد يعني قال يعني الله عز وجل قد أمضيت فريضتي، أمضيت فريضتي. هن يعني 5 في العمل، 50 في الأجر. هن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتب له 10، كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، كتبت سيئة واحدة. فهذا يعني ما جاء في قصة الإسراء والمعراج من أن من حديث أنس. وقد يعني قالوا لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الحكمة من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بيت الحرام إلى بيت المقدس؟ لو عرج به مباشرة من بيت الحرام إلى يعني إلى السماء، قالوا لأن يعني بيت المقدس جميع الأنبياء يعني مسرى الأنبياء، وكذلك الأنبياء جميعهم هناك، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر فضله. وكذلك لأنه يعلم أن قريش سوف يكذبون النبي، الله عز وجل يعلم ذلك، فلذلك ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ورأى في الطريق قافلة من يعني قوافل قريش كانت آتية إلى يعني مكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم كذبوه، فقالوا له يعني ما هو الدليل؟ صف لنا بيت المقدس. قالوا أنصف لنا، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، ولكن مع ذلك كابروا وزادوا عنادا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك قافلة ستصل بعد كذا وكذا ويقدمها يعني كذا وكذا وفيها كذا وكذا، ووصلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني زادوا عنادا وكفرا. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءوا أخبروه قال إن كان قاله فهو يعني صدق. فقالوا بمعنى كلام أنت مجنون، كيف تصدق؟ قال أنا أصدقه في خبر السماء، يخبرني بخبر السماء، أفلا أصدقه بهذا الأمر؟ أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالإسراء كان في السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أي في الإسراء والمعراج فرضت الصلوات. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.